السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله احنا في البلاي ليست دي مع بعض هنتعلم فيها اساسيات السي اس اس. طبعا قبل ما تبدا اي كورس انت محتاج تعرف 3 حاجات: ايه هي المتطلبات بتاعتك علشان تبدا الكورس ده، وتاني حاجه انت محتاج تعرفها كمان ايه هو السي اس اس وليه هتعلمها، واخر حاجه محتاجين نعرفها الكورس ده هيغطي ايه وهطلع منه انا متعلم ايه. ايه هي المتطلبات اللي انت محتاج تعرفها؟ اول حاجه تكون متعلم HTML. وطبعا لو انت ما عندكش اي معلومه عن ال HTML فدي بلاي ليست انا كنت عاملاها صغيره جدا، ادخل اتفرج عليها وهتفهم كل اساسيات ال HTML. تاني حاجه ايه هي ال CSS وليه اتعملت ال CSS؟ ال CSS اتعملت عشان انا بعد ما بخلص الويب سايت بتاعي بيكون صفحه بيضاء ممله ما فيهاش اي ستايل، ما فيهاش اي الوان، ما فيهاش اي روح، فانا محتاجه اتعلم ال CSS عشان هي هتقدر تحول لي الويب سايت من كده لكده. تاني حاجة انا كمان محتاج اعرفها هي ايه الكورس بتاعنا هيغطي ايه التوبكس المهمة اللي انا هطلع منها مستفاد منها في الكورس ده. اول حاجة احنا هنعرف ايه هي السي اس اس وايه الفيرجنز بتاعتها وازاي اقدر اطبق السي اس اس بتاعتي على الويب سايت. كمان هنعرف يعني ايه بوكس موديل، هنعرف يعني ايه تايبوجرافي والباك جراوند والكالرز، كل ده هنعرفه. وكمان هنعرف نغطي الجزئين المهمين جدا المسؤولين عن الريسبونسيف ديزاينز. اكتر حاجة هي الفليكس والجريد وتقسيم اللاي اوت بتاعتي بيبقى عامل ازاي، لان زي ما احنا عارفين اغلب الويب سايتس دلوقتي بقت بتتفتح من الموبايل اكتر من ان هي تتفتح على اللاب، وبالتالي انا محتاجه اتاكد ان الويب سايت بتاعي الشخص لما يجي يفتحه على الموبايل ما يكونش ملخبط ويكون كل حاجه جايه على بعضها، لان طبعا الشاشه الكبيره مقاسها غير الشاشه الصغيره، وبالتالي انا محتاجه اتاكد ان الويب سايت بتاعي مظبوط في الشاشات كلها ايا كان الشخص هيفتح منين، فانا متاكد ان الويب سايت بتاعي ما فيهوش اي مشكله. طبعا ده هنغطيه في جزء مهم اسمه الريسبونسيف ديزاين. كمان هنتكلم عن البوزيشنز بانواعها والديسبلاي بانواعها، وهنتعلم يعني ايه ترانزيشن ويعني ايه انيميشنز، ودي حاجات نازله في السي اس اس 3. هندخل برضو على البيست براكتس والسي اس اس فاريبلز والبيست نيمينج، ازاي اقدر اسمي الكلاسز بتاعتي. طبعا كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل في الكورس. بعد ما تخلص الكورس ده هتكون الصفحه بتاعتك اتحولت تماما من صفحه ممله الى صفحه فيها ديزاينات، فيها الوان، فيها روح، ويبقى ويب سايت كامل ما انتش هتحتاج تتعلم اي حاجه تانية. ولو اتعلمت حاجه تانية زي الفريم ورك بتاعه السي اس اس زي مثلا البوت ستراب، فانت اوريدي حتى ما هتيجي تستخدمها هتبقى اوريدي فاهم كل التفاصيل وهي شغاله من جوه ازاي. وبس كده، وان شاء الله انتظرونا وتابعونا حلقه بحلقه. باي باي.